السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. داخلين سخنين على طول على الفيديو. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. انا جبت كزرولة او حلة صغيرة، حطيت فيها 4 معالق نشا كبار، عليهم كوبايتين مية. خلاص هنقلب كويس، نطلع بيهم على النار. تبقلل ولونها يبقى شفاف كده، نعرف ان هي استوت. خلاص اهو زي ما احنا شايفين. هنسيبها على جنب بقى تبرد خالص، لازم تبرد، وبعدين نبتدي ايه نعملها. خلاص بردت اهي. بقت كتل كده، ما تخافيش خالص، عادي خالص. نحطها في بوله زي ما احنا شايفين. نحطها في بوله. المكونات بتاعتنا سهله جدا واوفر من بره بكتير يا جماعه. بره والله جايبه علبه التوميه من حوالي اسبوعين، يعني من قريب برضو، مش من بعيد. الله اعلم بقى دلوقتي بقت بكام. ب30 جنيه. ما فيهاش 5 6 معالق. ده يرضي ربنا يعني. عشان ايه؟ عشان شويه ميه ونشا. ليه يعني؟ لا، نعملها في البيت وهنعمل كمية كبيرة كمان. يلا بينا اقول لكم المكونات. ربع كوباية خل، نص كوباية زيت، 3 4 ليمونات حسب ما انت بتحبي المزازة بتاعتها، لان في ناس كتير بتحبها مززة قوي، انا بحبها وسط. خلاص هغير بس البولة لان حسيت ان الطبق صغير، هكبره شوية. خلاص. عندي معلقتين زبادي كده، معلقتين بس مش اكتر، كانوا في العلبة. ما عندكيش مش هيفرقوا خالص. تمام. وعندي 3 4 معالق لبن. يعني ادام في بيتنا احنا بنزود الطعم، لكن من بره مستحيل هيكونوا بيحطوا لك لبن وزبادي يعني. خلاص. فما عندكيش الحاجه دي، ما عندكيش غير ميه ونشا وليمون وخل وزيت حلوين قوي. خلاص. هنعصر الليمون بتاعنا، وفي ناس كمان بتحط مايونيز. لا، اعمليها بطريقه هتعجبك ان شاء الله. هنعصر الليمون. فرم انا معلقه توم وسط، لا كبيره ولا صغيره، لان التوم بيديها طعم حلو قوي. رشه فلفل اسود بسيطه. خلاص هنحط الخل بقى، ونحط شويه من الزيت. مش هنحط الزيت كله، بس هحط الكميه كلها، بس انا هحطهم بالتدريج. خلاص. انا هعملها بالهاند بلندر. لو انت ما عندكيش الخلاط شغال، بس حاولي ما تضغطيش على الخلاط قوي، بالتدريج كده عشان ما يتعبش منك. يعني هي بتبقى تقيله، سبحان الله تقيله جدا على الخلاط. وهنسيسها يعني كل شويه كده نسيس فيها. حسينا انها تقيله نزود شويه لبن. ما تخافيش، مش هيحصل حاجه. او شويه ميه. حطيت بقى كميه الزيت بتاعتي اهو. الزيت يا جماعه انا عارفة كده انه بيديها طعم كريمي جدا، هو اللي بيحليها الزيت. يعني بيديها طعم كريمي حلو قوي اهو. انا حسيت ان هي محتاجه لبن تاني، حطيت شويه. ما عندك ميه حطي ميه، مفيش مشكله. بس فيها شويه عشان تساعد الخلاط او الهاند بلندر. بتاخد لها تقريبا 10 دقايق. نضرب فيها مش اقل من 10 دقايق. انا طبعا سرعت الفيديو اهو. اول ما تبتدي تحسي ان هي خلاص كده، يبقى خلاص كده توقفي ضرب. اهو زي ما انت شايفه. ندوق الملح بتاعها، نشوف برضو محتاجه ملح ولا لا. نضرب كده كويس. انا بحب اعملها واحطها في علب واحطها في التلاجة. ولادي بيحبوها جدا وبيحبوا ياكلوها باي حاجه، بطاطس مقليه. بصي بعيش محمص كده وتاكلي بيه. لا بتبقى حلوه بصراحه في البيت. خلاص كده خلصنا. زي ما انت شايفه قوامها حلو جدا. طعمها كمان زي ما بقولك، لو يعني دوقيها وشوفيها محتاجه ملح ولا لا. لان هي بتحتاج ملح بعد ما بتخلصي، بتحسي ان هي بقت عدمه، ممكن تحطي عليها رشه ملح وتفضلي تقلبي بكده بالهاند بلندر كويس. خلاص كده خلصنا. نمسح الطبق بتاعنا ونشوف الدنيا. انا كنت عامله معاها ساعتها، شايفه القوام جميل ازاي؟ بجد حلوه قوي. كنت عامله جنبها شويه فتة شاورما. الفراخ بتاعتها تحفة يا جماعة. الفيديو هقول لكم عليه، هعمل لكم منشن عليه. الفيديو الفراخ دي طريقتها لو جربتيها مرة بجد مش هتندمي. بجد. طبعا عاملة فتة الشاورما كلنا بنعرف نعملها دلوقتي، عيش محمص. عملت شوية رز بسمتي حلوين قوي. طبعا مخلي الفلفل وخيار، يعني بيبقى عندك في البيت زي ما انت شايفة كده. رز بسمتي عاملينه، هقول لكم طريقته بعد كده برضو لو انت عايزه تشوفي الفيديو كامل. بجد اكله حلوه. كلها على بعض انا بحبها جدا فتة الشاورما.
صراحة. هي طبعا بتنفع في سندوتشات الشاورما كمان التومية. بس انا المرة دي كنت عاملة معاها فتة شاورما. بحبها جدا. والله بحبها بجد يعني فتة الشاورما. وبحب العيش المحمص بتاعها قوي. وبحب اكل التومية بالعيش المحمص. بجد الحاجات في البيت ما بتخسرش. وانتي زهقانة كده قومي اعملي اي حاجة وحطها في التلاجة. شوية مخلل فلفل وخيار. شوية عيش محمصين كده. بصي، عيشي. بجد الفراخ هتعجبكم قوي. جربوها طريقة حلوة. كأنك جايبة سيخ شاورما كده وتقطعي منه. وسهلة جدا. برضه هقولك على الفيديو لو عايزاه. بجد أكلة حلوة جربوها. شايفين التومية عاملة ازاي. الولاد بقى بيحبوا ياكلوها بالبطاطس قوي. سندوتشات بطاطس كمان بالعيش السوري بيحبوها جدا. شايفين قوامها حلو قوي. اتمنى تجربوا الحاجات دي. تحفة. شايفين الطبق عامل ازاي. جربوها يا جماعة وقولوا لي رأيكم وبألف هنا ومع السلامة.